الفيديو ده أنا هاكلمك عن أغلى 10 لعيبة في العالم حاليًا من حيث القيمة السوقية. الفترة الأخيرة ظهر لعيبة كتير أوي، حبة فوق وحبة تحت، لعيبة تغلى فجأة ولعيبة ترخص فجأة، فأنا جاي دلوقتي هاقول لك على أغلى 10 لعيبة في العالم في سوق الكورة حاليًا. المركز السابع والرابع مفاجأة بالنسبة لي. في المركز العاشر اللاعب جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد وقيمته السوقية 121 مليون يورو ونص. لعيب جامد فشخ بصراحة، أنا كبرشلوني بتمناه في فرقتي، عامل أداء عالي قوي، بيفكرني أصلا بلويس سواريز، وأتمناه أنا فعلا أشوفه في برشلونة لأن هو لعيب جامد. المهاجم الوحيد فعلا اللي شفته بيفكرني بلويس سواريز. المركز التاسع جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ وقيمته السوقية 128 مليون يورو ونص. اللعيب اللي طبعا اتصاب في أول الموسم ونتمنى له الشفاء العاجل عشان هو كان لعيب جامد فعلا. أكيد قيمته السوقية هتقل لما يرجع، لو استمر أداء كويس ممكن يبقى فعلا في مثلا نشوفه في برشلونة. يا ريت، أنا عايز أي لعيب، أي حد معدي هاته. في المركز الثامن الكسندر ايزاك ب 132 مليون يورو، لاعب ليفربول اللي لسه منتقل حديثا، اللي لسه مذبذب شويه في الاول، اللي ممكن يثبت نفسه فعلا مع ليفربول الفتره الجايه ويكون واحد من الهدافين. المركز السابع المفاجاه بالنسبه لي وهو باو كوبارسي، المدافع بتاع برشلونه اللي اغلى من الفاريز وموسيالا ومن باو كوبارسي. قيمته السوقيه 136 مليون يورو، فحاجه تشرف بصراحه. مدافع عندنا يعني جامد، نبيعه بقى ونجيب لكل اللعيبه الحلوين عشان احنا بصراحه عايزين فلوس. وكوبارسي مبقاش حلو اصلا الفتره الاخيره، مبقاش قد كده يعني، فاحنا عايزين فلوس بس عم كوبارسي معلش. وفي المركز السادس كابتن فلوريان فيرتس بتاع ليفربول. بس هو مش مستواه مش قد كده، بس هو طبعا على اللي عمله في ليفركوزن. قيمته السوقيه دلوقتي 138 مليون يورو، اغلى من كوبارسي ب 2 مليون يورو، واحتمال طبعا يقل او يزيد مع الوقت لو حسب ادائه. طبعا وصلنا للتوب فايف. وفي المركز الخامس كابتن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بقيمة 171 مليون يورو ونص، نطة كبيرة عن فلوريان فيرتس. طبعا كابتن بالون دور اللي ما خدهاش يعني، كابتن حنكشة، اللي بيقعد يتحنكش واللي بيقعد يزعق واللي بيقعد يهلل. انا ما بحبوش، واللي عارفني فعلا من قناه تانية عارف ان انا ما بحبش كابتن فينيسيوس. بس ماشي، هو راجل معاه بطولات كتير وبرضه كان متألق فتره من الفترات، فماشي موافقين ان هو يكون بالمبلغ الكبير ده. في المركز الرابع زميله، وهو بالنسبه لي مفاجاه برضه ان هو يكون موجود، كابتن بيلينغهام، اللي أدى موسم مش قد كده. الموسم الحالي اللي هو فيه ده مش أحسن حاجة. قيمته السوقية 174 مليون يورو ونص، أغلى من فينيسيوس ب 3 مليون تقريبا. كابتن بلينجهام من ساعة ما ضرب أماينو وبقى عنده عضلات، الموسم الاولاني كان رفيع، الموسم اللي بعد كده بدا يضرب مش عارف ايه يعمل ايه، بقى تخين بقى تقيل في الملعب، ما بقاش زي الاول. تشابي الونسو جه بوظ الدنيا، اربلو دلوقتي هيبوظها اكتر. فيعني ربنا يستر عليه وما ينزلش يبقى في المركز العاشر ولا حاجه. وصلنا للتوب 3 وانتوا اكيد حاسين ان في اسامي جايه. وفي المركز الثالث هو البلدوزر الدبابه ايرلينج هابل ب 182 مليون يورو 600 الف، لاعب مانشستر سيتي الفحل، الدبابه اللي انا لو كنت مدافع كنت جريت لو بدافع ضده. كنت اخاف منه طبعا، يجيب لي صليبي يقطع لي رجلي الاثنين، امشي على كرسي متحرك. لعيب يخوف، لعيب قد هرم خوفو تقريبا، لعيب كبير لعيب من ايام الفايكنج، لعيب من ايام جدي وايام ابويا، وحاجه يعني فحوليه مش عارف اقول ايه فيه يعني. انا بحبه بصراحه اللعيب ده، وشايفه مهاجم فتاك، وفعلا واد بيجتهد على نفسه، واد فعلا ايه عايز يبقى حاجه كبيره كل سنه، كل سنه بيشتغل على نفسه يعني. فزي ما قلنا ان قيمته السوقيه 182 مليون يورو 600. ونخش على المركز الثاني. المركز الثاني وقفزه رهيبه، قفزه رهيبه في السعر، ب 236 و900 الف، يعني قول 237 مليون يورو. كابتن كيليان امبابي بالفعل هو الفرنسي، بهذا المبلغ الكبير اللي عمري ما اعرف اجيبه انا واحفادي واولادي في ان شاء الله لو عشنا 100 سنه. فكابتن كيليان امبابي عامل فلوس كتير قوي ما شاء الله عليه، لعيب بني ادم غالي، بني ادم بفلوس كتير. بس بصراحه هو يستاهل المبلغ ده، لان هو يعني بيجيب جوان كتير، وبصراحه مش مقصر في اي فرقه بيروحها.
سواء كان في باريس أو موناكو أو كان في موناكو يعني أو ريال، هو عامل اللي عليه حتى لو فرقة وحشة. لعيب جامد بصراحة ومركز ومش مصاحب. خلي بالك دي حاجة مهمة جدا إن هو مش مصاحب بنات، عشان خاطر هو مركز في أهدافه ويستحق على ده 100 مليون زيادة. نوصل بقى للمركز الأولاني وهو كابتن نيكي نيكول، كابتن لامين يامال، بلبل بلابل، عشان هو مشاكل الإعانة بتاعته. كابتن لامين يامال والإعانة بتاعته ب279 مليون يورو و100 ألف، لا و700 ألف معلش، يعني أغلى من امبابي بحوالي 40 مليون وحتة، يعني نقول 44 مليون يورو. فكابتن لامين يامال دلوقتي غالي جدا، بس يا ربنا يستر عليه. انا كبرشلونه بتمنى له يعني ان ربنا يستر عليه من العانه بتاعته، ان هو ما تاخدوش وتنزل بيه تحت ويبقى المركز العاشر، عشان ما يبقاش في 10 وكده قاعد في العشرة. فيعني كابتن لامين يامال هو الاولاني حاليا. والسؤال يكون اين رافينيا؟ رافينيا برضو مظلوم في كل حاجه حبيبي، حتى في حلقتي مظلوم، في اي حته مظلوم. بس ودول كانوا the most expensive players in the world. Yes, I am speaking English. دي كانت حلقة النهارده، حلقة سريعة كده خفيفة عن مين أغلى 10 لعيبة في العالم حاليا. قول لي أنت تقدر تشتري مين بفلوسك؟ معاك كام في جيبك دلوقتي حاليا؟ قول لي، اكتب لي في الكومنتات. أنا حاليا معايا 60 جنيه يعني، وفي الشنطة كمان مش في جيبي. ف... بس قولوا لي بقى، عايزين نتكلم عن ايه تاني في الكورة ونصنف ايه تاني؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتات، وشايفين في لاعب اتظلم وفي لاعب كان المفروض يكون موجود ولا لا. واشوفكم في الحلقة الجاية. باي باي. لا ثانية. شوف كده رافينيا طيب كام؟ 11 مثلا 12. لا بقى اهو انا هديلك سؤال كويس. رافينيا هيكون واللي بيسأل على رافينيا اللي كمل لحد الحتة دي يبقى برنس. اللي بيسأل على رافينيا عامل 92 مليون يورو و600 ألف، بعيد عن الفاريز بكتير يعني، مش عارف ليه يعني، بس يعني تمام. يمكن عشان خاطر رافينيا كبير في السن شوية، رافينيا 28 سنة، بس برضه لاعب كبير المفروض يكون قيمته السوقية أعلى من كده شوية، بس يعني ماشي. يلا باي باي. ثانية هسألك سؤال. ايه؟ ازاي كوبارسي احسن من، يعني ازاي كوبارسي اغلى من عشان شاب يا ملك. ايه؟ عشان شاب.